ستوكهولم سيندروم هو عارض نفسي بيتقال على الإنسان لما بيتعاطف مع الشخص اللي بيسيء إليه أو بيضطهده. سموه كده علشان سنة 73 حاول حرامية سرقة بنك في ستوكهولم واحتجزوا رهائن لمدة 6 أيام. الغريب إن لما البوليس جه علشان يطلق سراح الرهائن رفضت تسيب الحرامية يتقبض عليهم. المعرضين لستوكهولم سيندروم هم ناس تعرضت للعنف والاستغلال النفسي والمادي، زي ضحايا الاختطاف، أسرى الحرب، والمجموعين. الدكاترة اكتشفوا إن الرعب اللي بيتعرضوا ضحايا الاضطهاد والإساءة بيسبب لهم حاجة بيسموها identification with the aggressor. العقل الباطن بتاع الضحية بيحسسه إن لازم يرضي اللي أساء إليه وقمعه علشان يتجنب أذاه. بالتالي العقل الواعي للضحية بيبدأ يتعاطف مع الجناه وبيحاول يرضيهم، والأغرب من كده إنه بيرتبط بيهم عاطفيا. النتيجة إن الإنسان ده بيرفض وبيقاوم أي حاجة أو حد يحاول يطلعه من اللي هو فيه خوفا من العواقب، وبيكون مؤمن تماما إن الشر اللي يعرفه أحسن من الخير اللي ما يعرفوش. في النهاية أعراض الستوكهولم سيندروم هي وسيلة للخروج من ضغط نفسي رهيب، لكنها للأسف بتتم بالتأقلم معاه.